عليكم خوتي، جمعة مباركة، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم نتكلموا على مسلسل الضامة اللي الناس كامله تهضر عليه، بين مؤيد لهذا الفيلم وكاين تاليك اللي راهو يقول ما يشرفناش هذا المسلسل هذا. ليسونسيال خوتي انا نتكلم على وجهة نظري انا، يعني الوجهة الشخصية تاعي انا. هما تكلموا في هذا المسلسل راهم يتكلموا على واقع موجود ولكن زادوا فيها شويه. نورمالمون كيما تكلموا المخرج هذا كيما تكلم على الطفل الصغير اللي يبيع الكاشيات في الابتدائي ولا في المتوسطه ولا في الجامعه ولا ما على باليش انا وين. نورمالمون يتكلم كذلك على هذاك الطفل اللي يؤم الناس في صلاه التراويح. رانا عندنا اطفال صغار، كاين اباء راهم ربوا يعني الابناء تاعهم احسن تربيه. نورمالمون يحكي على هذه الامور تاعني. معليش نروح للجهه المقابله. دوك انت لما تقول باب الواد حنا نعرفوها من بكري، باب الواد الشهداء ونغنيو عليها باب الواد الشهداء. الانسان اللي كان هاز نظره على باب الواد اليوم تبدل له هذاك النظره اي لا اراديا. علاش؟ دوك لما تفرج انت مسلسل عمر بن الخطاب، كما تفرجناه، دوك لما تروح تصلي انت الجمعه ومثلا يتكلم الامام على عمر بن الخطاب، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مباشره لا اراديا يجيك هذاك الشخصيه تاع هذاك البنادم اللي مثل في شخصيه عمر بن الخطاب هكذاك. دوك انت لما تقول باب الواد مباشره تجيك في بالك العصابات والكاشيات والنساء تاعهم مثلا يروح يبيعوا في الدلالات وكذا كذا الى اخره. هذا واقع موجود اي نعم، ولكن بالنسبه لي زادوا فيها شويه. هذا ما كان. السلام عليكم.